الحب يحتاج إلى تجديد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الصحابة ويتحدث عن زوجته خديجة ويقول: إني قد رزقت حبها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم كوب الماء لزوجته عائشة لتشرب، ثم يشرب النبي بعدها، ويبحث النبي عن المكان الذي شربت منه عائشة، فيضع النبي فمه على موضع فمها ليدخل السرور عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. فمعاملة الزوجة برفق شيء والله رائع جدا، فأقرب الناس إليك زوجتك، فمن لها غيرك؟ فهي أم أولادك وغاسلة ثيابك وطاهية طعامك، هي رفيقة العمر وشريكة الحياة. وليس الإحسان إلى الزوجة أن تكف الأذى عنها، وإنما الإحسان إلى الزوجة أن تتحمل الأذى منها. واعلم أيها الزوج أن من علو النفس ألا يأخذ الزوج من مال زوجته شيئا إلا برضاها، فمالها ملك لها، وأحسن إليها بالنفقة بالمعروف ولا تبخل عليها. ولن تكون الرجولة في البيت إلا إذا كان الإنفاق من صاحب البيت، يعني استلف من طوب الأرض وما تاخدش مليم من فلوس مراتك إلا برضاها. واعلم يا أخي أن زوجتك تحب الحديث معك في جميع شؤونها وفي مختلف أمورها، فأرع لها سمعك ووجه لها بصرك، ولا تذكر زوجتك بعيوب بدرت منها، ولا تعيرها بخطأ أقاربها، ولا تحملها المسؤولية. والله العظيم البيت المملوء بالحب بيت جميل جدا. هذا هو البيت الصالح. البيت الصالح ما فيه كلمة بذيئة إطلاقا، ولا موقف عنيف، ولا خبط أبواب، ولا تكسير أواني، ولا صياح، ولا سب، ولا شتم. بيت مملوء بالحب. البيت الصالح فيه لطف، فيه إلقاء سلام، فيه ابتسامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم